في الفيديو اللي فات اتكلمنا على حاجات كتير تخص الجامعات الأهلية، زي يعني ايه جامعة أهلية أصلا، الفرق بين الجامعات الأهلية والجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، ايه هما أصلا الجامعات الأهلية وايه الفرق بين الجامعات الأهلية القديمة والجامعات الأهلية الجديدة، وحاجات تانية كتير. هسيب لك لينك الفيديو في الديسكريبشن، لازم تشوفه قبل ما تكمل معايا الفيديو ده. في الفيديو ده هنكمل كلامنا عن الجامعات الأهلية، زي طرق التقديم وليه الجامعات الأهلية القديمة تنسيقها بيكون أقل من الجامعات الأهلية الجديدة، وليه مصاريفها بتكون أعلى من الجامعات الأهلية الجديدة، وإيه الطريقة اللي بتستخدمها الجامعات الأهلية مختلفة عن الجامعات الجديدة في قبول الطلاب، ومصاريف كل جامعة من الجامعات. فتأكد إنك عملت لايك وكمل معايا الفيديو للآخر. السلام عليكم يا شباب، أخباركم إيه؟ أتمنى تكونوا بألف خير. معاكم أخوكم دكتور عمر صبري حسان، طالب في كلية الطب جامعة الزقازيق الأهلية. زي ما قلت لك الفيديو اللي فات إن أنا جاي لك من المستقبل عشان أعرفك كل حاجة تخص الجامعات الأهلية، بما إني بقالي سنتين وداخل في التالتة في الجامعات الأهلية. فبما إني في جامعة أهلية فبحاول أعرفك أكتر عن الجامعات الأهلية وأجاوبك على بعض الأسئلة اللي ممكن تكون بتدور عليها، خاصة الفترة دي. معظم الجامعات الأهلية بدأت إنها تفتح الحجز للتقديم المبكر، ده بيكون لدفعات الأقدم مثلا زي دفعة 2022 ودفعة 23 والمعادلات العربية والأجنبية. أما بالنسبة لدفعتكم 2024 فمعظم الجامعات بتستنى لحد ما النتيجة تظهر، وبعد كده بتبدأ تعلن عن فتح التقديم وعن الشروط وعن الحد الأدنى للتقديم والحاجات اللي هتحتاجها للتقديم. فتأكد إنك عملت سبسكرايب عشان إن شاء الله أول ما التقديم يفتح في أي جامعة من الجامعات هنعمل فيديو وهنعرفك بكل التفاصيل اللي تخص التقديم. طب إيه الفرق اللي بيكون بين الجامعات الجديدة والجامعات القديمة في التقديم؟ وليه الجامعات القديمة تنسيقها بيكون أقل من الجامعات الجديدة؟ هقول لك إن الجامعات الجديدة بتكتفي بمجموع الطالب فقط وبالتنسيق الداخلي اللي بيتعمل بين الطلاب اللي مقدمين، وبالتالي بتاخد أعلى مجاميع منهم وخلاص كده. أما الجامعات القديمة فبتعتمد بس على 70% من مجموع الطالب، وال30% الباقيين بيكونوا امتحان اسمه امتحان قدرات، وعلى أساس الحاجتين دول بيتحدد هل الطالب ده هيتقبل في الجامعة ولا لأ، وعلى أساس الحاجتين دول بيتاخد أعلى مجاميع من الطلاب اللي مقدمين. طب إيه طرق التقديم؟ هل بيكون أونلاين ولا بتودي ورقك على طول في الجامعة؟ في بعض الجامعات بتكتفي بإنك بتودي ورقك على طول في الجامعة، في بعض الجامعات بيقول لك لأ لازم تكون مقدم أونلاين أول وبتحجز مكان. بعد كده لما بيجيلك خطاب بإنك اتقبلت أو جواب ترشيح بتروح بتروح تودي ورقك الجامعة، بتدفع المصاريف وخلاص كده. ولو محتاجين نتكلم عن كل جامعة بالتفصيل، طريقة التقديم ايه ولينكات التقديم والشروط أو التفاصيل أكتر عن التقديم، تسيب كومنت بالحاجات اللي انت محتاج تعرفها وبالحاجات اللي محتاجين نتكلم عليها الفترة الجاية، وإن شاء الله هنعمل فيديوهات عنها. طب بالنسبة للمصاريف، طبعا هقول لك المصاريف بتختلف من كل جامعة لجامعة ومن كل كلية لكلية، طبعا على حسب نظام الجامعة وعلى حسب المميزات اللي بتقدمها الجامعة دي. فأنا هسيب لك لينك في الديسكريبشن فيه تفاصيل كل جامعة فيها تخصصات ايه بالظبط، ومصاريف كل كلية من الكليات دي، وكمان لينك التقديم لكل جامعة من الجامعات. كده أعتقد اتكلمنا عن كل حاجة تخص الجامعات الأهلية. لو نسينا أي حاجة أو أنت لسه محتاج تعرف أي حاجة سيبها في كومنت وإن شاء الله هرد عليك، أو ممكن نبقى نجمع أسئلة لو فيها أسئلة كتير ونعمل لها فيديو مخصوص نجاوب عليها كلها. وقول لنا برضه محتاج تعرف ايه الفترة الجاية بخصوص الكليات والتقديم والتنسيق والحاجات دي كلها. متنساش طبعا لايك وتشير الفيديو ده مع صحابك عشان لو حد منهم محتاج الفيديو ده أو ممكن يستفاد بيه، وعلى سبسكرايب. إن شاء الله الفيديوهات الجاية كلها مهمة إن شاء الله هتفيدك جدا، فتأكد إنك عملت سبسكرايب.
بس كده يا شباب، سلام.